داليا مبارك تنسحب بعد حملة الهجوم. شاركنا لكم تقرير قصير سابق عن حملة الهجوم الذي تتعرض له الفنانة داليا مبارك. انتوا صاحيين؟ امشي على مزاجكم؟ صاحيين؟ على مزاجي، ارجع مرة ثانية اقول على مزاجي وكيفي ولا شو. ردها للمشترك العراقي داليا ردت اكثر من مرة وعلقت انه هي حرة وتختار ما تريد. تجربة تحكيم لي خلاص حركات اطفال، وانا عمري دائما اقول اخلي الناس تعبر عن مشاعرها. بس وعلقت ووصفت المنتقدين بالمجانين كونهم يطلبون منها الاختيار على مزاجهم. وداليا علقت انها قوية ولا تهتم، ولكن كون الموضوع زاد عن حده راح تلجأ للقضاء لأول مرة ضد رواد السوشيال ميديا. فنهدى نصير محترمين. ولكن تصريحات داليا حطتها بأزمة جديدة، حيث الأغلب علق بما أنها قالت أنه هي حرة وتختار ما تريد. احنا أيضا أحرار ونختار ما نريد، وأنه ما حدا رح يصوت للمشتركة لما من اليمن، واللي هي المترشحة للنهائيات من فريق داليا. والجمهور علق انه ما رح يختارها كونه فرصة اختيار الفائز بيد الجمهور. ومن بعدها تعرض بوست التصويت الخاص بلما لهجوم وسخرية كبيرة. لا تطلع داليا بستوري وتعلق: لما ما تستاهل كل الهجوم اللي تعرضت له، بنت اليمن تستاهل اللقب. وعادت وطلبت التصويت لها. وعلى ما يبدو انه داليا قررت تختصر الموضوع لمصلحة الجميع. ولكن على جانب اخر لما تلقت حملة دعم كبيرة، ومن ابرز الشخصيات اللي دعموها كانت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي اللي طلبت من الجميع أنه يصوت لها. في تمادي وقلة أدب وعدم احترام. عمري ما رفعت قضايا وعمري ما صعدت، بس أنا ممكن أعمل كذا عادي.